بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم دكتور الكورة. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وموضوع الساعة، هو الأهلي في كأس العالم. في مجموعة مواضيع كده هنتكلم فيها على مدار الفيديوهات الجاية إن شاء الله. ربنا يسهل ويسعفنا الوقت والشغل إن احنا نعرف نعمل هذه الفيديوهات. أول حاجة هنتكلم فيها عن البطولة والتشكيك في جدول البطولة وقوة البطولة من بعض المنافسين. لا لك احنا مش هنشجع الاهلي، او ان الاهلي لا يمثل لنفسه القصه دي كلها، وان البطوله ضعيفه عشان في انديه زي برشلونه والميلان والمانشستر يونايتد وارسنال مش موجودين في هذه البطوله. فانا بس هشرح لك حاجه هتجيب لك على كل هذه الاسئله. اول حاجه، ايه هو نظام التاهل للبطوله؟ بطوله كاس العالم قررنا هتبقى 32 فريق زي نظام كاس العالم. لو اخر كاس العالم جاب 48 32 فريق هيتلعب. طب هيتاهلوا ازاي؟ قال لك قاره اوروبا هياخد منها 12، قاره امريكا الجنوبيه هياخد منها 6، 4 من افريقيا، 4 من اسيا، 4 من امريكا الشماليه. هيتبقى فريقين، فريق من الدوله المنظمه اللي هي امريكا خدوا كاس المشجعين ودي قصه هنبقى نحكيها بعدين، وخدوا بطل الاوقيانوسيا اللي هو اوكلاند، او احسن واحد في الاوقيانوسيا اللي هو اوكلاند. طيب قواعد الفيفا واضحه في التاهل. اللي هيتاهل الابطال في اخر 4 سنين من 2021 ل 2024. البطوله الحاليه تبع 2025 مالهاش دعوه، تبع البطوله الجايه. فقال لك بطل 2021 في اي قاره هيتاهل، بطل 2022 هيتاهل، 23 هيتاهل، 24 هيتاهل. طيب في قاره اوروبا اصلا كده كده الابطال 3، فلازم ياخدوا 9 تانيين. هياخدوهم ازاي؟ هياخدوا بالتصنيف. التصنيف بناء على ادائهم في الاربع بطولات دول، مش ادائهم في المجمل يعني. تمام. وفي افريقيا نفس القصه. في افريقيا طلع في بطلين بس، الاهلي خد 3 بطولات والوداد خد بطوله، فعايزين ياخدوا فرقتين. في اسيا اوريدي اتلعب 3 بطولات، ما اتلعبش 4 بطولات يعني. في بطوله كده عشان هم غيروا التوقيت والقصه دي ممكن ما نحكيها نتكلم عليها بعدين. غيروا التوقيت في النص، فبالتالي اتلعب 3 بطولات بس في الاربع سنين دول، فبالتالي كان لازم تاخد فريق بيتاخد بالتصنيف. في امريكا الجنوبيه نفس القصه. امريكا الشماليه الوحيده اللي كان فيها 4 سنين باربع ابطال. خلاص. طيب الفرقه بتأهل بالتصنيف. هل مفتوحه؟ لا، هو عامل شرط هو ان الدول تبقى مش ممثله باكتر من فريقين. يعني كل دوله ممثله بفريقين او على الاقل، الا لو الفريق ده بطل. يعني مثلا البرازيل خدت الاربع بطولات بتاع امريكا الجنوبيه، خلاص يخش منها 4. طب التصنيف لا، ما يخش بقى حد من التصنيف. في قاره اوروبا انجلترا تأهل منها 2 اللي هم ليفربول، قصدي مانشستر سيتي وتشيلسي. فكده ليفربول تصنيفه عالي بس ما تأهلش. خلاص هيتأهل ازاي؟ ما هو في 2 اوريدي متأهلين من انجلترا. هي دي القصه. فبالتالي فريق زي برشلونه، يعني فريق ليفربول ما تاهلش ليه؟ لانه ممثل لانجلترا. فانجلترا خلاص دخل منها 2. طب برشلونه ما تاهلش ليه؟ هو ريال مدريد هو البطل، لكن اتلتيكو مدريد نقطه اعلى من برشلونه، فبالتالي برشلونه تاهل. برشلونه لم يتاهل، اتلتيكو مدريد هو اللي تاهل. فعشان كده انا بقول لك ان برشلونه ممثل لاسبانيا، عشان كده ما تاهلش، لكن ممثل لدوله ثانيه كان اتاهل. عشان كده يجي يقول لك الاهلي لا يمثل لنفسه، لا حضرتك الاهلي ممثل لمصر وداخل بطوله باسم مصر. خلاص. عشان بس ايه نحسم هذا الجدل. تاني حاجه ضعف البطوله نفسها. انا عايز اقول لك ان ايطاليا اللي واخده كاس العالم 4 مرات ما خدتش اخر كاس العالم. هل ده اثر على ضعف كاس العالم؟ خلى كاس العالم بطوله ضعيفه عشان اقول لك ايطاليا ما تاهلتش؟ يعني زلاتان ابراهيموفيتش ما تاهلش مثلا لاخر كاس العالم، قال لك البطوله فخرت زلاتان عشان ما تاهلش فيها، وجي نفسه كان بيحللها على بي ان سبورت زلاتان ابراهيموفيتش مثلا، يعني ده معلومه يعني. عايز اقول لك حاجه تاني. كاس العالم 94 اللي هو احنا بعض الناس وانا منهم بتعتبره من اقوى بطولات كاس العالم اللي حصلت في التاريخ. كاس العالم 94 دي لم يتاهل ليها بطل اوروبا اللي هو الدنمارك، رابع كاس العالم اللي قبليها اللي هو انجلترا، بطل كاس العالم اللي بعديها اللي هو فرنسا كمنتخبات قويه، منتخب قوي زي منتخب البرتغال، اوروجواي اللي كان عنده 2 كاس عالم ما تاهلوش. دي مثلا فرق قويه ما تاهلش كاس 94، ومع ذلك كان كاس عالم في منتهى القوه، كان في نجوم زي روماريو وروبرتو باجيو وناس كتير جدا جدا كانت موجوده في كاس العالم. وكان اخر كاس عالم مارادونا، وكان في باتيستوتا وهاجي، كان في لعيبه عاليه جدا في كاس العالم 94. فغياب الفرق لا تعني ضعف في البطوله، انها ببساطه لم تستطيع ان تتاهل. يعني اتلتيكو مدريد عرف يتاهل لانه كان اداؤه احسن من برشلونه، فمن حقه ان هو يبقى موجود. ده اجابه عن السؤالين دول. وبالنسبه اللي مش عايز يشجع الاهلي، احنا ما طلبناش من حد انه يشجع الاهلي، احنا كافيين وعددنا كبير الحمد لله، وبنشجع الاهلي بشكل كبير جدا. و... واي فريق مصري يلعب اي بطوله قاريه ان شاء الله هنبقى واقفين معاه، زي ما احنا كنا واقفين مع المغرب في كاس العالم، وكنا واقفين مع السعوديه في كاس العالم. وانا هيصت وصوتي راح لما السعوديه كسبت الارجنتين لانه فريق عربي واحنا بنشجعه، كذلك المغرب، كذلك لما احنا كنا فرحانين لغانا لما وصلوا دور الثمانيه، والكاميرون لما وصلوا دور الثمانيه في كاس العالم 90 احنا كنا فرحانين لان احنا بننتمي لافريقيا وبننتمي للوطن العربي. فبالك بقى بالفرق المصريه اللي احنا اوريدي مصريين زينا زيهم، بنشجعهم وبنقف جنبيهم في البطولات القاريه اللي احنا مش منافسين فيهم معاهم. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنتكلم بقى عن البطوله بشكل اكبر، وعن اي مواضيع هتستجد ان شاء الله.